الحلقة رقم 20 من بروفايل، وهي كانت حلقة الأسبوع الماضي، عرضت بتاريخ 20 أيار 2009. كانت مخصصة عن سيرة حياة نجمة لبنانية كلكم بتحبوها، بالإضافة لتحية قدمناها بنهاية الحلقة. أكيد قبل ما نحكي عن تحيتنا اللي عرضناها الأسبوع الماضي، بدنا هلأ نحكي عن الفنانة اللي خصصنا عنها معظم الحلقة، وهي ديانا حداد. رامي مثل العادة بكل حلقة بقدم لي هدايا كتير حلوين، ميرسي كتير رامي. بس أحلى هدية هي هالأغنية لأنه بحبها كتير. منتابع مع بروفايل ديانا حداد، عمرها 33 سنة، أما برجها فهو الميزان. هي واحدة من أشهر المغنيات اللبنانيات بالعالم العربي. أيضا هي المولودة الثالثة من بين 5 إخوة، لوليتا، داني، فادي وسمير. ديانا حداد زوجة المخرج التلفزيوني سهيل العبدول من العام 1995. عندها بنتين، صوفي من مواليد 19 تموز 1996 وميرا من مواليد العام 2007. ساكن قلبي ساكن عقلي ساكن، روح الروح هو حب ناسي واهلي بشوفه، وين اروح ساكن قلبي ساكن عقلي ساكن، روح الروح هو حب ناسي واهلي بشوفه، وين اروح. وتحيتنا بالحلقة الماضية اللي ختمنا فيها الحلقة كانت لفنانة راحلة. الله غالب أنا أحبك والله غالب، لو تخاصم أو تصالح أو تعاتب. التحية كانت تحية تقدير من ميوزك اف ام، وتحديدا من بروفايل للفنانة الراحلة ذكرى. قلنا عن الفنانة ذكرى أنها ولدت بمنطقة وادي الليل بتونس من والدتها زهرة بالعام 1966، وكانت متعلقة كتير ببيها، وانضمت للمدرسة الابتدائية بوادي الليل، وبعدها انتقلت لابتدائية الخزندر وأكملت تعليمها. شو
وب 28 تشرين الثاني 2003 للأسف وعي سكان الوطن العربي على خبر مقتل ذكرى من زوجة أيمن السويدي يلي أفرغ 16 رصاصة من مسدس رشاش بجسمه قبل ما يقتل كل من مدير أعماله وزوجة مدير أعماله، ومن بعد قام بالانتحار. خرجت أكيد مجموعات من الناس والفنانين للشوارع عم تبكي الفنانة ذكرى. كان مقرر أنه تدفن بمصر لولا اتصال الفنانة لطيفة التونسية بكل من الإعلامية هلا سرحان وسمو الأمير الوليد بن طلال يلي خصص طائرة يعني طيارة لنقل جثمانة، ولكل فنان بحب أنه يروح معها على تونس لتدفن هونيك كان موجود بالجنازة. أكيد بعد وفاتها العديد من الفنانين انتقلوا من جميع الدول العربية لحضور جنازتها بتونس، ممثلين وممثلات، مغنين ومغنيات، ملحنين وشعراء ونجوم كتار. لهون بتكون انتهت الحلقة الأخيرة من بروفايل. هلأ عم نسمع لبناني ورح نسمع بعد شوي لو تعرفوه بناء على طلب المستمعين اللي تلقينا منهم هلأ اتصالات. بطل السلم وبطل الحرب، همزة وصل الشرق الغرب، تضل تحب وتنحب. لبناني اهداء لمدام تحية اللي طلبتها تحية خاصة أكيد إلها، هي مستمعة وفية رفقتنا طيلة مشوارنا ببروفايل. ما فينا ننسى أكيد مدام حطوم يلي رفقتنا بطيلة مشوارنا ببروفايل، هي مستمعة كتير وفية إلنا، إن شاء الله تكون على السمع. إذا كنت عم تسمعينا مدام حطوم بوجه لك تحياتي. ومين منا بينسى نسرين العنداري، نسرين يلي كانت على مدى حلقات كتير من بروفايل عم بتشارك معنا وتعودنا أكيد دايما على صوتها. رفعت المشتاق وحنان بتمنى لكم حياة سعيدة، وإن شاء الله أكيد بحضر يوم زفافكم قريبا. بناني ومطرح ما تروح، حامل وطنك قلب وروح. ريما وجميل بوجه لكم أيضا تحياتي وبشكركم على مشاركتكم معي بالحلقات الماضية. سحر يلي عودتنا أيضا دايما على صوت الطفولة البريء بكل حلقات بروفايل اللي بوجه لك تحية. عبير قدمتي لنا اشياء كتير حلوة على الهواء، وأيضا كنتي صديقة دايما إلنا. مسيو شكيب ما فينا ننساه، ومسيو فؤاد كانوا أصدقاء دايمين لإلنا، وأكيد الصديقة مايا يلي الهيئة برحلة خارج لبنان لأنه ما شاركتنا اليوم. سمر غانم من بعبدة أيضا أنت صديقتنا على الهواء وتحت الهواء كمان أكيد. عبدو يسرى لو ما شاركونا ولا مرة، ولكن منوجه لهم تحياتنا لأنه بنعرف أنه هن مستمعين دايمين لإلنا. وسام عربيد صار له فترة طويلة ما شارك معنا، ولكن إذا كان على السمع بوجه له تحياتي كمان. رواد بوجه لك تحية، ومدام عايدة بوجه لك أيضا تحية كتير كبيرة.
ساندرا من عريا وجريس من فرن الشباك. مستمعين كتار، بتمنى ما كون نسيت حدا. بدي أشكر كل شخص تبعنا اليوم، بدي أشكر كل شخص رافقونا بطيلة مشوارنا ببروفايل. رامي بدي أشكرك، رافقتنا على الهندسة الإذاعية طيلة أيضا البرنامج، وأيضا بدي أشكر كل شخص سمعنا اليوم، على أمل أنه نتجدد اللقاء معكم بحلقات جديدة من برامج جديدة بدورة البرامج الجديدة. بدي أشكر متابعتكم وإلكم تصبحوا على ألف خير. رفقكم وراء المايك هشام فارس ورامي على هندسة الإذاعية. عندك حشرية؟ قصة حياة فنانك بطل مخفية؟ لا تعرف الخبرية؟ تابع هشام ببروفايل كل أربعة 6 المساء عن ميوزيكا اف ام. مش أي موسيقى، ميوزيكا اف ام.